في عالم السولز في خناقه واحده تعتبر الاشهر في التاريخ، مين اللي احسن بلاد بورن ولا إلدن رينج؟ تقريبا كده قبل إلدن رينج بلاد بورن كانت المركز الاول عند كل اللاعبين، اصل الشهاده لا اللعبه ما فيهاش غلطه غير 3 مشاكل بس. اول مشكله ولا هي طبعا ال 30 فريم، حرفيا اللعبه دي نازله بقالها اكتر من 10 سنين ولسه مقفوله على 30 فريم، حتى كمان لما نزلت على نسخه البلاي ستيشن 5، فدي مشكله الصراحه سوني هي اللي ظالمه فيها اللعبه، فمش هقول ان اللعبه سيئه بسبب الموضوع ده. لكن المشكله الثانيه واللي هي بكل بساطه تفريم الفلاسكات. في مشكله غبيه فعلا في اللعبه دي، هو ان بكل بساطه لو انا مت وده اصلا شيء متوقع، الفلاسكات اللي معايا هتروح. عارفين بقى هتيجي ازاي؟ بالظبط، انت هتقاتل امه لا اله الا الله علشان تجمع الفلاسكات اللي راحت منك. المشكله الثالثه بقى ودي حاجه ممكن كلنا نختلف عليها، الا وهي الزعماء. وقبل ما تشتمني هفهمك، الزعماء نفسهم مش وحشين، بالعكس ده فكرتهم جباره، هم مخلين شكلهم مرعب فشخ علشان تخاف انك تقرب منهم، وده عامه نجح لانه بيزود عنصر توتر فشخ وانت بتلعب ضدهم. لكن المشكله بقى ان الحيله دي اتكررت فوق ال 90 مره. 60% من زعماء بلاد بورن تقريبا كلهم شبه بعض، كلهم ضخام، كلهم شكلهم مرعب، كلهم بيصوتوا، وده مش وحش بس المشكله انه اتكرر كتير قوي في اللعبه. فبصراحه النقطه دي هتروح لإلدن رينج. ده غير برضه نقطه ثانيه لإلدن رينج بسبب ان التفريم فيها كويس، غير طبعا تنوع الاسلحه. ونقطه ثالثه لإلدن رينج لان بكل بساطه اللعبه عندها عالم مفتوح، بينما بلاد بورن هي ما عندهاش، هي زي العاب دارك سولز ماشيه على خط سيري. كل النقط دي ممكن نقول فيها ان إلدن رينج احسن من بلاد بورن، لكن حاجه واحده بس ممكن تغير كل اللي انا قلته، واللي هي بكل بساطه القصه. بصوا بدون نقاش، بلاد بورن هي مش بس احسن قصه قدام إلدن رينج، هي تقريبا احسن قصه سولز اتعملت في التاريخ. قصه بلاد بورن تعتبر من احسن القصص اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، ودي حاجه ما ينفعش نتناقش فيها اصلا. على قد ما يمكن العالم ممكن يكون اصغر من إلدن رينج بكتير، الا ان انت ممكن تحس بكل اللور اللي في العالم الكئيب ده. فعشان كده دي مش مجرد لعبه سولز نتمنى نشوف منها 60 فريم، هي حرفيا كنز مدفون محدش عارف قيمته. ما تنساش تعمل لايك واشتراك.